السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمنى تكونوا بألف خير. غير كتتم الفيديو ديال اللي كنت درت على الخروج. بنادم ضروري خصو يخرج. بالنسبة للمشي لا مارش، كي تنقولوا حنا لا مارش، يا اما في طريق عادية او لا في غابة او لا في شي مكان اللي تتمشى فيه وانت مرتاح. المشي خصو يكون يوميا خص تكون على الاقل. انا يعني قالها لي الطبيب قالها لي وصى واكد، قال لي ضروري تمشي يوميا في النهار. على اي اساس؟ يعني الا ما كانتش عندك خدمه ولا هذا ما تجلسش في الدار، خرج تمشى. يعني هذه بالامر بحال اللي بغيتي تقول الامر ديال الطبيب. وكانت عندي عاوتاني واحد استشاره طبيه وانا ندخل لجوجل تنقلب، عاوتاني لقيت في نفس الطريقه قال لك ضروري يوميا خص يكون المشي. خص يكون المشي على الاقل نص ساعه، على الاقل اضعف الايمان. يعني بحال الا ما تمشيتي والو. وفعلا فاش ما كنتمشاش تنعكز واحد يومين ولا 3 ايام. اولا كنحس براسي حزينه بلا حزن، يعني ما كاينش سبب. ثانيا الذات من تتمشي مثلا تلعب في لاصال تلقى راسك ذاتك ما قادراش تحرك، رجليك ما قادرينش يتحركوا، بحال اللي فاشل. تتلقى راسك بحال اللي ذاتك بحال اللي مسورته، بحال اللي مقفوله. يعني هذا هو الضروره ديال المشي. وزيد ممكن ديروا بحث، غير المهم راه ضروري خص المشي يوميا نص ساعه ضروري. وانا كنشوف ناس كبار تبارك الله فايتين الستينات فايتين السبعينات وتيخرجوا يوميا. كاين اللي تيمشي للصلاه، كاين اللي كيمشي للسوق، كاين هذيك بالعاني باش ما تيحبسوش المشي. هما كيقلبوا على اللي يسخرهم باش ما كيحبسوش المشي. يعني حاولوا ما امكن ما تقطعوش المشي يوميا. اضعف الايمان نص ساعه، الا كانت ساعه ونص غادي تكون مخيره. والمشي دابا ماشي غير على الصحه، حتى الدماغ. عرفتي حاشاكم واحد مثلا غنقولها، هذيك القضيه فاش تكون الدار فيها حاشاكم الزبل وتنخرجوه بحال هكاك تيوقع، تيكون الدماغ عامر بالافكار الموسخه والوساويس وبزاف ديال الحوايج. ملي تتخرج تتقول واش انا اللي كنت في الدار كنفكر بهذيك الطريقه؟ يعني كتنظف عقلك وتتنظف ذاتك وتتنظف اعصابك وكتنظف افكارك وكتنظف كل شيء. سبحان الله. يعني المشي ثم المشي ثم المشي. داك النهار هضرت على الخروج عامه، يعني على اساس ممكن تخرج وتجلس غير في شي جريده. مي دابا تنأكد حتى على المشي. حتى بنادم حتى ما قدش يوميا، نهار ونهار لا، كاع الا ما قدش. وصحيا كل نهار خص يكون المشي. ما قديتيش مثلا ساعه ولا هذا، غير نص ساعه، غير ربع ساعه، غير ثلث ساعه. مثلا سير لواحد الحانوت ولا مثلا شي سوق ولا شي حاجه قريب لكم وعاود رجع دير انا باش ما تنعكسش ندير السبه بالسخره، تنبقى كنقول لهم في الدار غير عطوني نتسخر. فهمتي؟ اللي عنده شي حاجه باش تلقى الحافي، تلقى الدافع علاش انني نخرج. المهم لان علاش المشي؟ لان ماشي كلشي في استطاعته يدير الرياضه في لاصال، ماشي كلشي عنده الوقت ديال هذا. وفاش كنقول المشي يعني ديجا اللي كيخرج للخدمه يوميا هذاك صافي، يعني صافي راه دوزها، راه يوميا تيخرج للخدمه. يعني هذاك النقص راه ما عندوش، راه ماشي الخدمه، جاي من الخدمه فاق بكري. يعني كاع الامتيازات ديال المشي راهم موجودين. واللي عنده مثلا كونجي ولا لسبب او لاخر جالس في الدار، ما يجلسش في الدار 24 ساعه. هذا هو، ما يجلسش في الدار بنادم 24 ساعه، ضروري يخرج يتحرك. عجز يدير سبب شي صخره ولا شي شغال يمشي يقضيه، ولا مثلا اللي عنده الاصدقاء ديالو يقول له فلان ولا فلانه نتلاقاو في البلاصه الفلانيه. المهم يدير لراسو الحافز، يدير راسو الدافع. المهم راه المشي ضروري ثم ضروري ثم ضروري. هادشي اللي بغيت نقول. السلام عليكم.